عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. فيديو النهاردة عن ترند قالب السوشيال ميديا. حبيت اجربه معاكم، وهو وصفة ألذ من الكيك واخف من البسكوت، حاجة كده بين البسكوت والكيك. هو كروكي الطبقات او بسكوت الويفر. قبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هيكون معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية من السكر، ورشة فانيليا، وكوباية من الزيت. طبعا انا حطيت معلقتين سكر كمان يعني، وزي ما تحبوا. ومعايا طبعا 5 كوبايات من الدقيق، 5 كوبايات ونص من الدقيق، وباكو من الكيك شيف. هكتب لكم طبعا المقادير على الشاشة. هنحط البيض مع السكر ونقلبهم كويس جدا بمضرب يدوي او بالخلاط زي ما انتوا حابين، ونحط عليهم الزيت. هنحط بقى المكونات الجافة على بعضها. هنحط الدقيق على الكيك شيف، ومعلقتين من النشا، ورشة ملح. وبعد كده ناخد المكونات الجافة دي ونحطها على خليط البيض، ونقلبهم يعني حبة بحبة كده لحد ما يبدأ يتقل معايا. وبعد كده هبدأ استخدم ايدي علشان اعجن العجين. ممكن استخدم العجان او الخلاط، وبعد كده برضو لازم هستخدم ايدي. فالمهم يعني هي مش محتاجة اصلا عجان ولا محتاجة حاجة، لان هي بتتعجن بسهولة يعني. طبعا زي ما انتم شايفين بعجن العجينة بالدقيق واحدة بواحدة لحد ما تتعجن معايا، وبعد كده بقسمها نصين. هاخد نص اكبر من التاني شوية، خليه هو الابيض، وبعد كده احط معلقتين من الكاكاو الاسباني. طبعا الصينية اللي انا مستخدماها هي صينية 30 في 30 علشان السمك بتاعها يبقى مناسب. بعد كده بجيب كيسين واحط بينهم العجينة بالشكل ده، وبفردها، بحاول افردها تبقى على قد مقاس الصينية بتاعتي. وطبعا طريقة ان انا احط كيسين بينهم دي حلوة جدا لانها بتسهل عليا الفرد. هحطها على جنب، وبرضو هعمل في الخليط اللي هو اللي فيه كاكاو، برضو افرده بنفس الطريقة بين كيسين كده. طريقة سهلة جدا جدا، وهتوفر عليا وقت وتعب يعني، لانها بسهولة هتفرديها. طبعا انا عايزة احط اللون الابيض هو اللي هيبقى على الوش، فعشان كده بحط البيضة الاول وبعدين فوقيها العجينة البني. والطريقة اللي انا بستخدمها دي طريقة سهلة يعني، لو حبيتي تنفذيها اعمليها بنفس طريقتي هتطلع معاكي ناجحة جدا ان شاء الله. بعد كده هبدأ افردهم على بعض كده، وابدأ اتنيهم. لو انت حابة ان الخطوط اللي هتبقى يعني في الويفر نفسه واضحة كده، هتعمليها يعني ايه، تلفيها حوالي 3 مرات. انا لفتها حوالي 5 مرات فطلعت الطبقات كتير جدا. عايزة تعمليها 3 كده بس تبقى واضحة، تمام. عايزة تعمليها زي برضو براحتك. انا كده زي ما انتم شايفين تنتها كذا مرة، وبرضو بظبطها كده بحيث انها يعني تيجي مقاس الصينية بتاعتي. طبعا مقاس الصينية 30 في 30 زي ما قلتلكوا مناسب جدا كمية الدقيق اللي انا حطاها. لو صينية صغيرة بقى تقدري تقسميها، تقسمي المقادير يعني على قد الصينية. انا كده خلاص خلصتها. احطها في يعني في صينية كده بحيث ان انا اعرف اقلبها جوه الصينية بتاعتي عشان احطها الفرن. ما بتاخدش حاجة في الفرن، هي دوب
ربع ساعة وبتكون خلصت، ومتحطهاش اكتر من كده علشان ما تنشفش معاكم. هي كده خلصت اهي. هبدأ بقى اجيب قطعتين من الشوكولاتة كده واسيحهم على البخار واحط لهم شوية زيت واخففهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ممكن برضه استخدم الميكرويف او الفرن في تسييح الشوكولاتة، بس انتوا بقى خدوا بالكم خففوها شوية كمان عني، لان كل ما كانت اخف يعني كل ما كانت بتتفرد بسهولة على الوش وما تبانش فيها اي خطوط من الوش بتاعها. كده هبدأ اقطعها وهي سخنة زي ما انتوا شايفين، علشان لو بردت هتتكسر مني، فاقطعها ولسه الشوكولاتة سخنة. هجيب بقى برضو شوكولاتة بيضة واحط لها شوية زيت واعمل لها حمام بخار برضو زي الشوكولاتة البني كده، علشان افردها على الوش بتاع العجينة. وعايزة اقول لكم ان كيس الحلواني اللي انا مستخدماه ده انا اللي عاملاه من اكياس الملابس اللي احنا بنشتريها، اكياس تبقى تقيلة شوية، بعمل منها اكياس حلواني بكل سهولة. وهبقى اعمل لكم حلقة ان شاء الله ازاي بعمل اكياس الحلواني، ومفيش داعي ان انت تشتريها، وخصوصا لو انت بتعملي مشروع من البيت ومش عايزة تكلفي جامد يعني وعايزة توفري، فتقدري ما تشتريش الاكياس دي وتعمليها انت في البيت. ادي شكلها بعد ما خلصت، تحفة جدا. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. متنسوش تدعوا المازن ابني بالرحمة والمغفرة، واشوفكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.